عرفتوا دلوقتي تفرقوا ما بين فرط الحركه والحرمان البيئي والتوحد ولا لسه متلخبطين؟ بصراحه هي اتلخبط. تعالى اقول لك الفرق ما بينهم في تريكات صغيره. انا امانه ده اخصائيه تربيه خاصه وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. كلهم مشتركين في حاجات كتير جدا والفرق ما بينهم مش واضح، هما فعلا بيلخبطوا. عشان كده قلت لك خلي بالك في التشخيص، هينقلك من حته لحته تانية. طب يعني ايه؟ تعالوا نتكلم بشكل عربي. التواصل البصري في الحرمان البيئي، في التوحد، وفي فرط الحركه. التواصل البصري اكتر حد ما بيتواصلش بصريا خالص كاد يكون منعدم هو التوحد. حرمان بيئي او فرط الحركه هما الاثنين عندهم ضعف في التواصل البصري، مع تدريبات بسيطه بتواصلوا كويس. توحد بياخد وقت طويل عشان يتواصل بصريا. دي اول نقطه. الحركه احنا قلنا في الحرمان البيئي ممكن يكون عنده فرط وممكن تكون لا. توحد قلنا عنده حركات اندفاعيه تكراريه. فرط الحركه قلنا عنده حركات دايما اسمه فرط حركه، يبقى عنده فرط في الحركه ماشي، بس مش تكراريه. هي تكراريه بس مش بيعمل حركات معينه زي الرفرفه اللي واقفه على طراطيف صوابع. هو حركي بس ما عندوش حركه معينه مخليها ثابته. فهمتوا الفرق؟ طيب الاندفاعيه هنا مندفع وهنا مندفع وهنا مندفع. طيب اللغه في حرمان البيئي سبب ان بابا وماما مش بيتفاعلوا مع الطفل. اول ما يتفاعلوا اللغه بتاعتهم بتتظبط. طيب في التوحد هو ممكن يكون عنده بس مش بيتكلم من اصلا، هنا بيتكلم، هنا ممكن ما يتكلمش خالص. عند فرط الحركه عنده اللغه طبيعيه فيها حاجات بس بسيطه، بس هو مش مشكلته الاساسي اللغه. طيب الايماءات والانفعالات والحاجات دي طبيعي هنا عند الحرمان البيئي. توحد مفيش تواصل من اصلا، واحنا قلنا وشه ايه؟ ثابت. فرط الحركه عنده تعبيرات وش، نسبه التشتت متشتت متشتت متشتت. بس في الحرمان البيئي وفرط الحركه لو عملتي فوكس على حاجه معينه ومهمه معينه هيأدوها، مش بشكل كلي بس هيأدوها. اما في التوحد عشوائي جدا، مش فاهم، ممكن ما يفهمش انت عايزه ايه. طيب مستوى الاحساس طبيعي عند حرمان البيئي وطبيعي عند فرط الحركه. توحد قلنا ايه؟ محتاجين اخصائي تكامل حسي وش. طيب التفاعل الاجتماعي في الحرمان البيئي لو البيئه بتاعه الطفل بتتفاعل معاه هيتفاعل كويس، وفرط الحركه لو البيئه اللي حواليه ضبطت الحركه مع الاخصائيين هيتفاعل كويس. اما في التوحد ما عندوش تفاعل اجتماعي من اصلا. احنا قلنا ما بيعرفش يبدا الكلام وما بيعرفش يصاحب، ما بيعرفش يعمل حوار وما بيعرفش يجامل، ما بيعرفش حاجات كتير جدا. اما الاثنين دولت بيتكلموا عادي وبيتفاعلوا. اسبابهم ايه؟ هنا في الحرمان البيئي حاجه مكتسبه، ده بسبب البيئه اللي حواليه. توحد مش عارفين السبب بتاعه، هو السبب الاساسي ايه؟ بس بيظهر، لازم يظهر في اول سنتين. فرط الحركه في جزء منه جيني وفي جزء منه بيئه محفزه. عرفتوا دلوقتي تفرقوا ما بين الثلاثه ولا لسه الدنيا متلخبطه؟ اللي هيفرقوا اكتر بقى المقاييس اللي بيعملوها. في الحرمان البيئي بيحتاج تنميه مهارات وتخاطب اكتر وممكن تكامل حسي. في التوحد احنا قلنا ان احنا محتاجين تدخل بشكل كبير. قلنا محتاجين ايه؟ قلنا محتاجين تكامل حسي وتحفيز عصبي وتنميه مهارات وتخاطب وتعديل سلوك وعلاج وظيفي، وممكن دكتور مخ واعصاب ونفسيه وعصبيه. فرط الحركه محتاج تعديل سلوك، تنميه مهارات، تخاطب لو عنده مشكله في اللغه، وممكن تكامل حسي وتحفيز عصبي. ممكن قدرتوا دلوقتي تفرقوا ما بينهم؟ عرفتي دلوقتي ازاي تكوني واعيه لمشاكل ابنك وتقدري تشخصيه قبل ما تروحي للاخصائي عشان تبقي عارفه المشكله من اولها؟ دلوقتي قدرتوا تفرقوا ما بين الثلاثه؟ مستنياكم تقولوا لي انتوا فهمتوا ايه، ولو في نقطه لسه ما فهمتوهاش اكتبوا لي عشان اشرحها لكم بالتفصيل. كملوا معايا، هنعمل فيديوهات حلوه جدا لفرط الحركه ونعمل نادي صغير في البيت.